أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. أحبتي في الله، يدعي كثير منا المحبة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأود الليلة أن يطرح كل مسلم على نفسه هذا السؤال، ألا وهو: ما علامات المحبة؟ فما أيسر التنظير وما أسهل القول، لكن سأطرح الليلة على حضراتكم أيها الأحبة الأكارم بعض علامات المحبة الصادقة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وليفتش كل مسلم، ولتبحث كل مسلمة كم نحمل من هذه العلامات وكم حققنا من هذه العلامات. فأنا أتألم غاية الألم حين أرى قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الأمة يتلخص في احتفاء واحتفال الأمة به بأبي هو وأمي وروحي ونفسي في عام، في شهر في العام، أو في يوم في الشهر. تختزل المحبة في احتفاء بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر من العام أو في يوم من الشهر. محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعظم من ذلك بكثير، وقدر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعلى من ذلك بكثير في قلوب المحبين الصادقين الذين يحتفون برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع كل نفس من أنفاس حياتهم، لأنه بأبي هو وأمي وروحي كان سبب نجاتهم من النار. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا زال سبب نجاتنا من النار. فيجب على المحبين الصادقين أن يحتفلوا ويحتفوا بسيد الخلق وحبيب الحق، بالإمام الأعظم والنبي الأكرم. يجب علينا أن نحتفل ونحتفي به مع كل نفس من أنفاس حياتنا، مع كل طرفة عين، مع كل غمضة عين وانتباهتها، فضلا عن كل لحظة، عن كل ساعة، عن كل يوم.